رسائل الملائكة ليكم دلوقتي، في رسالة انتوا محتاجين تسمعوها دلوقتي. هنعملها مجموعتين، المجموعة الأولى والمجموعة الثانية. نشوف، اختاروا. معنى المجموعة الأولى هتبقى بالحجر البني، والمجموعة الثانية الحجر الأسود. اختاروا، حطوا نيتكم على أي موضوع بقى عايزين فيه رسالة، عاطفي مادي عملي زي ما يطلع، وخدوا رسالة. هنبتدي باللي اختاروا المجموعة الأولى تايجر آي، ونشوف إجابتك إيه أو رسائل الملايكة ليك إيه دلوقتي. رسالتك بتقولك أنت محتاج تجيب معلومات أكتر بخصوص الشيء اللي شاغل بالك. أنت في حاجة بتفكر فيها، يا إما عاطفية أو عملية، عايز تنجزها، عايز تاخد حقك فيها، عايز تنجح فيها، عايزها تمشي لقدام. انت محتاج تجيب فيها معلومات اكتر، انت محتاج ان انت تدرس الحكاية دي كويس وتسأل عنها كويس، سواء كان موضوع عاطفي او عملي. في معلومات انت محتاج تجيبها اكتر عن الموضوع ده. بيقول لك الموضوع ده ان شاء الله هيكون فيه خير، وهيبقى فيه كومبرومايز، هيبقى فيه امضاء عقود لو ده موضوع عملي، ولو موضوع عاطفي برضو هيبقى فيه توازن وهيبقى فيه صلح. والعلاقة دي هتبقى كويسة إن شاء الله في المستقبل بإذن الله. بس أنت محتاج إن أنت تشتغل على العلاقة دي أكتر وتجيب فيها معلومات، أو أيا كان الشيء اللي أنت شاغل بالك وعايز يحصل فيه توازن ويبقى فيه نجاح. إن شاء الله الحكاية دي هتبقى فيها نجاح وهتتوازن، بس أنت محتاج تشتغل عليها أكتر وتجيب معلومات أكتر عنها. طيب، المجموعة التانية الحجر الأسود، إيه رسالتك؟ رسالة حلوة جدا. الرسالة دي بتقول لك ان الموقف هيتحسن. اي حاجة انت حطيت نيتك عليها وانت بتسمع الرسالة دي او بتختار الرسالة دي، فبيقول لك الموقف اللي انت فيه دلوقتي ممكن يكون موقف صعب، وممكن تكون يعني شايف ان الدنيا مش احسن حاجة دلوقتي ماشية معاك، سواء عاطفية او عملية او مالية. في شيء انت شايف ان الموقف متأزم فيه، بيقولك هنا الموقف هيتحسن. دي بشرى جايه لك ان الموقف اللي انت فيه ايا كان هو ايه، في تحسن ان شاء الله باذن الله. استمع لاحساسك. انت في يعني شخص روحاني وبتجيلك رسائل، ممكن في احلام او في احساس كده، صوت جواك بيقولك يعني ابشر، ان شاء الله فتره وتعدي، الامور هتتحسن في المستقبل. فاستمع لاحساسك، وبيأكد لك بيقول لك ان شاء الله الموقف ده هيتحسن.